تخيل معايا سحبة فيب شكلها خفيف، مفيش نار، مفيش دخان تقيل. تحس ان الموضوع بسيط وآمن شوية، بس جوه جسمك في قصة تانية خالص بتحصل. أول ما البخار يدخل بقك وينزل على صدرك، مواد كيميائية دقيقة جدا بتعدي من مجرى الهواء وتوصل لعمق الرئة لحد الحويصلات الهوائية، المكان المفروض يستقبل أكسجين بس. الجزيئات الصغيرة دي ما بتستناش، بتعدي فورا من الرئة للدم، والنيكوتين بيوصل للمخ في ثواني، وفجأة مخك بيقول أيوة كده، والنيكوتين ينشط مراكز الانتباه وتحس بتركيز أعلى شوية وصحوة خفيفة، وموجة دوبامين تديك إحساس مكافأة سريع. بس في نفس اللحظة قلبك داخل على الخط، النبض بيعلى شوية ويضخ الدم أسرع عشان يوزع النيكوتين في كل الجسم، والأوعية الدموية بتضيق وضغط الدم يطلع لفوق سنة، والرئة نفسها مش قاعدة ساكتة، والبطانة الداخلية تحس بتهيج بسيط، والأهداب اللي هي زي المكانس الصغيرة اللي بتنظف مجاري التنفس حركاتها بتبطأ. يعني التنظيف الطبيعي بيقل. في الخلفية بقى الكبد بيبدأ يشتغل على النيكوتين ويكسره ويحاول يتخلص منه، والكلى بتستلم البقايا وبتفلترها في البول. يعني في سحبة واحدة بس الجهاز العصبي اتنشط، والقلب اشتغل أسرع، والأوعية اتقبضت، والرئة تعرضت لمهيجات، وأعضاء الإخراج بدأت تنظف وراك. تحفيز سريع، إحساس خفيف بالتركيز ممكن، بس مع التكرار اليومي القصة بتتحول من تنبيه بسيط لضغط مستمر على الرئة والقلب والأوعية. المشكلة إن الإحساس الفوري مش مزعج، ومفيش ألم، مفيش صفارة إنذار حتى، فالعقل بيفتكر إن مفيش مشكلة، بس الجسم فاهم وبيسجل كل مرة. التدخين الإلكتروني مش دخان تقيل، بس مش هوا نضيف برضه. سحبة ورا سحبة التأثيرات الصغيرة بتتجمع، والأجهزة الحيوية بتفضل شغالة تحت ضغط. يعني كمان ممكن ما تقومش مع الوقت بوظيفتها. السؤال بصراحة، بتدخن يا صديقي ولا لأ؟ ولو بطلت تدخين شارك قصتك، يمكن تكون سبب إن حد غيرك ياخد نفس القرار ويبطل. أتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك والشير، دعمك سبب الاستمرار.